السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وعلى خير. النهاردة جايه لكم بقى بالوصفة اخت الوصفة اللي احنا عملناها قبل كده، وهو الفايش السريع. احنا طبعا عملنا الفايش اللي بخميرة الحمص وقلنا كل التفاصيل بتاعته. النهاردة بقى هنعمل الفايش السريع. حطيت كوباية لبن ونص كوباية سكر، التحلية دي بتاعتك انت، وهنحط الكركم وبودرة الزعفران زي ما احنا شايفين كده. انا هعمل نص كيلو بس، انا مش هعمل كمية، انا هعمل بس نص كيلو دقيق. قلت يعني ايه يعني نعمله كده مع بعضينا، ومعلقة خميرة. طبعا الجو حر هتقوم معانا ان شاء الله على طول. احنا كده حطينا النص كيلو دقيق، وهنقلب كويس جدا ونعجن العجين يتوه كل المقادير في قلب بعض. بصوا العجينة حلوة معايا، طرية ازاي وبتلزق. هنزل بنص كوباية زيت. انا نزلت بكوبايه نص كوبايه زيت، علشان الزيت هيساعد ان هو يقرمش معايا ويبقى خفيف من جوه. عايزه تحطي الزيت وسمنه حطي زي ما احنا شايفين كده. بعد ما عجنتها كويس هسيبها بقى تخمر زي ما احنا شايفين كده. بعد ما خمرت معايا زي ما اتفقنا ان الجو حر، هيساعد ان هي ايه تعمل معايا على طول. هنا معايا صينيه دهنتها زيت، وهعملها قرصتين. النص كيلو دقيق دوت انا هعمله قرصتين 2. بصوا العجينه طريه وجميله معايا ازاي. بصوا حلوه قوي، كانت جميله قوي قوي قوي. هنا بعد ما عملتهم قرصتين هبتدي بقى افردهم حلو، لان لسه هيخمروا تاني معايا، هيخمروا معايا كويس. ولازم نتاكد من عمليه التخمير، لان دي هتخليها خفيفه من جوه وهشه كمان. كل ما تتاكدي ان التخمير كويس ومظبوط هيديكي نتيجه احلى زي ما احنا شايفين كده. هسيبها بقى ايه تخمر للمره التانية. زي ما احنا شايفين الفطيره بتتكلم عن نفسها. وهنا اهي من داخل الفرن ما شاء الله. طبعا لما دخلت النار الارتفاع كمان عالي كمان شويه. هنا بعد ما استوت، وكمان لازم تخلي بالك من التسويه، لان انا عندي الفرن حامي، مهما قعدت فيه فهو حامي. وهنا بعد ما استوت بصوا انا هنا يا حبايبي اهو قطعته. بصوا جميل ازاي. بصوا، وهقطعه بقى واحطه في صينيه علشان خاطر احمصه اهو زي ما احنا شايفين كده. والله العظيم انا بنتي كلت نصه قبل ما يتحمص كده، والله كلته وهو طري كده. هندخله بقى دلوقتي الفرن تحت الشوايه ما تكونش عاليه علشان يتحمص معايا بالراحه خالص. وهستنى بقى لما يطلع من الفرن. وزي ما احنا شايفين يا حبايبي من نص كيلو غير اللي اتاكل كمان، بسم الله ما شاء الله. ده اللي اتبقى طبعا. بصوا جميل ازاي. طبعا لازم تخلي بالك من التسويه. وبصوا نشف وجميل، بس هو لسه سخن. كل ما تسيبيه كل ما ينشف. انت ممكن تعمليه كمان بطريقه احسن من كده، يعني ايه تقطيعه غير كده. بدل ما هي القرص تعمليها زي صباع الفينو كده بس كبير، فهماني؟ وتسيبيه يخمر وتدخليه الفرن وتقطعيه طرنشات زي التوست كده. طبعا الفرن بتاعك ممكن يكون احسن من الفرن بتاعي، هيحمصولك احسن من كده، بس لازم تكوني واقفه جنبه علشان خاطر الشوايه بتلدع. انا عندي بتعمل كده يعني، بس ان شاء الله انت تقدري تعمليه بطريقه ايه في التحميص يكون احسن من كده. بس هو والله انا بحب اللون ده اصلا، ما بحبوش ابيض. حتى لما بجيبه من الفرن ابيض بحمصه تاني. بصوا قد ايه جميل وقد ايه شكله حلو. طبعا عملت كوبايه الشاي اللبن بقى المتينه كده الجميله اللي تروق المزاج كده. وهخش بقى افطر. طبعا جربوه بالطريقه دي، طريقه سهله وبسيطه هتنفعكم واوفر ليكم والله. يعني احسن من اللي احنا بنشتريه من بره 1000 مره. طعمه جميل. تزودي السكر تقللي السكر، دي حاجه بتاعتك انت. يا رب الوصفه بتاعتنا النهارده تعجبكم. زي ما عملنا اللي هو خميرة الحمص، فعملنا النهارده السريع. فعندك كده السريع وعندك اللي هو خميرة الحمص، فاعمليه بألف هنا وشفا على قلبك انت واولادك. وما تنسوش ام وليد بدعوه حلوه والاشتراك، واهم حاجه اللايك يا جماعه. والله يعني يا ريت تدعمونا باللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخدت كوبايه الشاي بقى وايه. بصوا سامعين؟ بصوا
والله العظيم هش وخفيف وتحفه. حبيت قبل ما اقفل الفيديو اوريكم اللقطه دي بصراحه جامده. باي باي، سلام عليكم.